يا مساء الهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو بسيط وسهل. هنعمل مع بعضينا البوتاجاز. وهقول لكم على مكون واحد ما يخطرش على بالكم، حاجة موجودة عندكم في البيت على طول. ننضف البوتاجاز. انا طبعا عملت السيراميك، انا بوري لكم السيراميك اهو. عملت سيراميك المطبخ ونزلت لكم يعني الفيديو بتاع السيراميك، وانا وريت لكم انا بعملته ازاي يعني. النهارده بقى هنعمل الحوامل بتاعه البوتاجاز، وهنعمل البوتاجاز ذات نفسه. تمام. قبل ما نخش على الفيديو بقى، نحط لايك وشير وسبسكرايب للي اول مره يشوف قناتي، وتفعلوا زر الجرس يعني عشان يوصلكم اشعار باي حاجه انزلها. تمام. عارفين بقى تاثير الصيام يعني. طبعا هشيل بقى الحوامل كده بتاعه البوتاجاز. تمام. وهبتدي ان انا اشيل العيون. انا طبعا سايبه البوتاجاز يعني سايباه متسخ جدا زي ما انتم شايفين. وانا بحط اصلا الورق اللي هو الفضي دوت، الالمونتان اللي هو الفضي دوت، بيبقى على البوتاجاز بيبقى شكله. بجيب اللي هو الورق الالمونتان. طبعا زي ما انتم شايفين انا بشيل يعني العيون بتاعه البوتاجاز. حصل بقى يا بنات يعني بصوا. هي دي بقى الصدمه اللي حصلت وانا اصلا على البوتاجاز. الورق الفاضي دوت كان بقاله كتير جدا، انا بسيبه فتره اصلا كبيره على البوتاجاز. فطبعا ايه هو اتخرم. فبعد ما اتخرم ابتدى بقى اللي هو ايه يعني. انا هوريكم دلوقتي وانا بشيله. بصوا عمل كذا خرم كده، فاي حاجه كانت بتيجي على الورق ده كان بتنزل على البوتاجاز. او اول مره يحصل مني يعني، اول مره يحصل معايا كده. لان انا بصوا زي ما بوريلكم كده الورق اللي هو الالمونتان ده اتخرم معايا. تمام. فابتدى بقى اللي هو ينزل كل الدهون، وانا ابتديت اصلا يعني سبته بتاع 5 ايام كده ولا حاجه، اللي انا ما اجيش جنبه على اساس ان انا ايه اوري لكم يعني. اما اجي انزل لكم الفيديو لازم انا اوري لكم البوتاجاز يكون متسخ جامد، على اساس ننضفه مع بعض يعني، مش هجيبه لكم نضيف يعني. تمام. انا شلت الورق كله اللي هو الالمونتان، وهنزل بصابون عادي جدا، صابون عادي، صابون اللي هو سائل اللي هو المواعين. وبالسلكه بقى دي جامده جدا. بص هتخلي البوتاجاز معايا فله. السلكه الخشنه دي بتجيبيها من عند اي بتاع منظفات، تقول له انا عايزه السلكه اللي هي الخشنه بتبقى مدوره كده، بتجيبيها دي بصراحه. بصي بقى، ولا تقولي لي بقى مواد كيماويه، ولا تقولي لي اشتري منظفات اللي هي اصلا بتنظف البوتاجاز، ولا مش عارفه ايه، بعيد عن ذكر الاسامي يعني بتاعه المواد ديت. لا، ده السلكه بصراحه دي خطيره يعني، حتى لسيراميك المطبخ وبرده للبوتاجاز، بتخلي البوتاجاز عندي فله. وبرضو العيون، دايما العيون بتبقى عندي نضيفة. فهي بس هو اللي حصل معايا ده، انا طبعا خدت حتة من الصابون اللي انا عملته معاكم، اللي هو الصابون اللي هو الصلايت دوت اللي انا عملته من بواقي الزيت المستعمل. وهنزله لكم برضو، اسيبه لكم انزله لكم في صندوق الوصف يعني. خدت حته بقى وبدعك بيها البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. انا عملت طبعا صابون يعني من الزيت اللي هو المستعمل، اللي هو الزيت بتاع سمك والزيت بتاع الفراخ، يعني الزيت بتاع اللي هو مستعمل يعني، اللي انت مش بتحتاجيه تاني. تمام. ابتديت بقى اللي انا بدعك زي ما انتم شايفين كده. والله ما اخد مني وقت خالص يعني. بصوا في خلال ربع ساعه، اقل من ربع ساعه، كنت مخلصه بقى العيون والحوامل بتاعه البوتاجاز، والبوتاجاز ذات نفسه خليته فل. لو انتوا كنتوا شايفين منظره عامل ازاي في الاول يعني. بصوا ما اخدش مني اي حاجه اي وقت يعني. وفي نفس الوقت انا السلكه دي ما بقدرش استغنى عنها يعني. مثلا للبوتاجاز، لعيون البوتاجاز، للسيراميك، طبعا للصواني، للطاسات اللي انت بتقلي فيها ديت. بصراحه بتخليها فله، بتظبط معايا الاداء قوي. تمام. ببتدي بقى طبعا بدعك زي ما انتوا شايفين كده. دعاكي كويس جدا، وكل حاجه بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. ولا نقعت العيون في بيكربونات زي ما هما بيقولوا، ولا ميه سخنه، ولا اي حاجه. انا بس فتحت الميه السخنه من السخان وبس، وابتديت ان انا باخد حته من الصابونه دي ومع السلكه، وبصراحه بتخلي العيون عندي فله. بص بقى انا حتى بقى اللي ما بين الازاز برضو يتطلعها بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. كميه دهون بقى يعني. انتوا عارفين شهر رمضان دوت بيبقى ايه الشغل فيه كتير قوي في حوار الاكل يعني. فكانت كميه دهون على البوتاجاز كتيره. وانا كنت سايباه بيني وبينكم، كنت سايباه عشان انا اوريلكم يعني ايه الشكل النهائي بقى في الاخر هيكون عامل ازاي. طبعا انا الورقه اللي انا لازقاها دي على الازاز دي يعني من ساعه ما جبت البوتاجاز وانا لازقاها.
صراحه ولا اتحرقت مني ولا اي حاجه. بصبنها زي ما انتوا شايفين كده، ما بغيرهاش. انا بغير اللي هي على البوتاجاز ذات نفسه اللي هو الورق الالمونتين، لكن اللي هي ديت اللي انا لازقاها على الازاز لا، بصبنها وبتبقى زي الفل ما فيهاش اي حاجه. انتوا لو حابين تعملوا بقى شكل يعني وتجيبوا اشكال تاني، هو صراحه بيدي منظر، جيبوا الاستيكر اللي انا حطاه كده اللي هو على الازاز ده جامد جدا بصراحه. بصبنه وبيبقى يعني بيبقى احلى من الاول. تمام زي ما انتوا شايفين كده، انا ابتدى يعني البوتاجاز يظهر كده. بصوا انا بقى ايه كل شويه بمسح وبشوف لو في اي حاجه تاني ما اخدتش بالي منها، عشان كنت يعني حاطه الصابون اللي هو السائل ده. ببتدي ان انا بمسح وايه وارجع برضو ادعك تاني لو في اي حاجه على ايه على البوتاجاز. عايزاكم بقى تشجعوا بقى وتقوموا تعملوا اللي وراكم، وتقولوا لي مين اللي بدأ في الشقة بتاعته، عملتوا ايه، سويتوا ايه. احكوا لي في الكومنتات، شوفوا الفيديوهات اللي انتوا عايزينها اطلبوها مني وانا انزلها لكم. وبس ابتدي بقى انا طبعا اللي انا ايه بدعك زي ما انتوا شايفين كده، وامسح بقى واشوف بقى لو في لسه ما نضيفش برجع اللي انا بالسلكه دي بجد لهلوبه 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 بصراحه. بتخلي عندي الحاجه فل ما بقدرش استغنى عنها خالص. يعني دايما اللي هي دايما تبقى موجوده معايا في البيت. حتى مثلا وانتي مثلا بتيجي بتغسلي المواعين مثلا ولا حاجه، بتبتدي بقى اللي انت برضو ايه بتطلعي بيها كميه الدهون اللي بتبقى في المواعين، برضو جميله. وفي نفس الوقت ما مش بتستهلك يعني ايه، مش زي السلكه العاديه اللي انت ممكن اصلا السلكه بتستهلكيه كتير، لا دي بتقعد معاكي كتير يعني. برضو حطيت شويه من الصابون تاني برضو، وابتديت برضو اللي انا ادي ايه مره كمان لغايه ما عندي البوتاجاز لازم انا اخليه يبقى فله كده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انا طبعا برضو بدعك الازاز من الظهر برضو، وبدعك الازاز من الظهر زي ما انتوا شايفين كده. بص يعني بدعك من ظهر الازاز عشان لو في اي حاجة برضو متوسخة يعني تطلع معايا. تمام. هو اصلا الورق اللي هو الاستيكر اللي هو محطوط على البوتاجاز ده بصوا كبير، لان هو اصلا مفروض على ايه بيجي على البوتاجاز اللي هو 5 عيون يعني، بيجي مع البوتاجاز اللي هو ال5 عيون يعني، اصلا بيكفي البوتاجاز اللي هو ال5 عيون. تمام. فانا طبعا اللي بقى حطيته ايه في ظهر يعني لفيته في الظهر. تمام. بس ده يا بنات كان ايه منظر البوتاجاز. عماله بقى ايه كل شويه بغسل وبرجع تاني ومش عارفه ايه، وابتدي بقى برضو امسحه تاني، ولو في اي حاجه بروح حاطه صابون تاني وابتدي. طبعا كل ما باجي اغسله ولو لقيت في اي حاجه تاني بقى ايه بعيد. ما تروحوش بقى في اي حته، كملوا الفيديو لغايه الاخر عشان لسه هنعمل مع بعضينا حوامل البوتاجاز مع بعض يعني. برضو هقول لكم برضو هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه، ومش مش هتتعبي يعني وانت بتعملي البوتاجاز. تمام. والفيديو كان اطول من كده بس انا حاولت ان انا ايه اصور لكم على قد ما اقدر يعني، او في نفس الوقت ايه حبيت ان انتوا تكونوا معايا ماشيين معايا في يعني ايه خطوه بخطوه. تمام. ابتدي بقى طبعا ان انا ادعك ناحيه العيون كده، ناحيه المفاتيح كده بقى بدعك ناحيه المفاتيح بتاعه البوتاجاز. تمام. بيكون دي برضو في عندها كميه دهون برضو، بتبتدي برضو اللي انت بتدعكي من ناحيتها كده زي ما انتوا شايفين يعني، من غير اي بقى ايه يعني. بالسلكة دي بصراحة بتظبط معايا الاداء في كل حاجة بامانة يعني. اللي اخترعها دوت يعني بجد يعني لا اسطورة يعني. دي بقى طبعا انا بدعك كده ما بين يعني المفاتيح بتاعة البوتاجاز عيون البوتاجاز. تمام كده بقى يعني. بصوا ببتدي ان انا بقى يعني قولوا لي بقى اللي يعني اللي عمل حاجة في الشقة عنده يقول لي برضو، يكتب لي عملته ولا لأ، وناقص لكم حاجة ما عملتهاش. نشجع بعضينا يعني. انا بنزل لكم الفيديوهات ديت على اساس ده ايه بنشجع بعض، نشوف يعني. او انا بشجعكم اللي احنا اللي انتوا تقوموا لو ما عملتوش حاجة تقوموا تعملوا. انا كده برضو اللي انا ايه بمسح خلاص اللي هو برضو ازاز البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. بصوا كان عليها كمية دهون، واللي هي اللي هو المكان اللي هو قفل الازاز برضو كان عليه كمية دهون قد كده برضو. بصوا خليتها فله. والبوتاجاز انا بقى بمسحه مسحة كويسة، وده كان منظر البوتاجاز بعد ما انا مسحته مسحة كويسة. ما تروحوش في اي حتة، احنا لسه هنعمل العيون وهنعمل ايه حوامل البوتاجاز. انا لميت لكم كل يعني ايه لميت لكم الفيديو كله في فيديو واحد، بدل ما ايه ما اخلي لكم كل حاجة في فيديو يعني. تمام. ابتدي طبعا ان انا بمسح كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده.
بس كده خليته فله. يعني بصوا اصلا اول مره اللي هو يعمل معايا كده الورق اللي هو الالمونتان دوت. لا هعمل طبعا ما بين المفاتيح بتاعه عيون البوتاجاز. لما عمل كده لما اتخرم مني هو يعني ايه، نزل دهون على البوتاجاز. وانا طبعا الورق الفاضي ده ما بسيبهوش، بغسله. يعني انا على طول ايدي فيه على طول، كل ما باجي اغسل مواعين بغسل الورق اللي هو اللي هو الالمونتان دوت. يعني مش معنى كده ان انا بسيبه على البوتاجاز ومش بغسله، لا بغسله على طول بالسلكة، بصبنه يعني عادي. تمام، يلا بقى بينا هنعمل مع بعض عيون البوتاجاز. انا طبعا ايه بالمية بقى والسلكة واديها ببتدي بقى طبعا اللي انا بدعك كويس جدا عيون البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. صابون عادي جدا، صابون بتاع مواعين عادي اللي هو السائل دوت. وابتدي برضو اللي انا بدعك كده السلكة صراحة دي بتظبط معايا الاداء. ببتدي بقى طبعا اللي انا بدعك كده كويس جدا لغاية ما نخلي مع بعض العيون فلة. انتوا لو عندكم حاجة تانية بتعملوا بيها، يعني انا يعني ده فيديو بسيط وسهل. يعني في ناس بتشتري اللي هي المواد اللي هي بتتباع ديت، مجرد ما رشة واحدة بتخلي بتشيل الدهون وبتزيل الدهون من اي حاجة. فانا طبعا ما جبتش يعني. فالسلكة برضو دي كويسة، بتجيبها ب2 جنيه، بصراحة بتقعد معاكي فترة كبيرة. يعني بتنفعك طبعا للبوتاجاز وتنفعك للسيراميك وتنفعك للمواعين اللي هي الألمونيا. برضو انا بدي بيها دعكة. لما باجي بدعك المواعين الألمونيا بدي دعكة بيها الأول، وفي نفس الوقت بعد كده بقى برجع بدعك بالسلكة اللي هي العادية التاني. تمام، انا خدت بقى حتة من الصابون اللي انا عاملاه، الصابون اللي هو الصلايت اللي انا عاملاه اصلا من بواقي الزيت المستعمل. تمام، انا طبعا سايبه الحنفيه مفتوحه عشان محدش بس يقول لي ده انت سايبه الحنفيه مفتوحه ومش عارفه ايه وتهدير ميه وكده. لا انا اصلا كنت بملي الحوض عشان على اساس ان انا ايه احط فيه العيون، وغير كده كمان اعمل فيه الحوامل يعني. فانا كنت قصدي ان انا سايبها مفتوحه على اساس اللي هو الحوض يتملي يعني. تمام، ببتدي بقى طبعا انا بدعكم كلهم كده. كنت سايباه بقى عليه كميه دهون زي ما انتوا شايفين. الاول كانت العيون دي بتبقى عندي متسخه على طول، بس الصراحه من ساعه السلكه دي هو على طول صراحه بيخلي لي العيون فله وما بيغلبنيش. كنت الاول بقى افضل احط في ميه سخنه بقى واغلي ومش عارفه ايه. والسلكه اللي هي العاديه طبعا يا بنات ما بتطلعش، يعني ما بتطلعش زي كده اللي هو الايه الدهون ولا الصفار اللي هو في العيون، او لما العين مثلا تسود او الكلام ده. السلكه العاديه ما بتطلعش. يلا بقى بينا، انا كده خلصت عيون البوتاجاز. هنبتدي بقى طبعا اللي احنا هنحط الورق اللي هو الالمونتان على البوتاجاز. انا دي كنت جايباها جديده، فطبعا سبت البوتاجاز ينشف شويه يعني، وبعد كده قلت اللي احنا نفردها. الورقه دي اصلا يا بنات بتجيبوها بيكون ايه، اصلا البوتاجاز اللي هو 5 عيون يعني. انا طبعا بعمل ايه، بعمل فكره حلوه بقى، اصل انا بوريلكم اصلا الورق عامل ازاي. هو اصلا على مقاس ايه، على مقاس اللي هو ال5 عيون، فطبعا هيبقى كبير شويه. فانا هعمل ايه بقى، رحت قطعت الايه الحته الزياده دي. يعني مسكت الورق اللي قالوا الالمونتان دوت، قست بيه من هنا ومن هنا، وبعد كده رحت قطعت الحته بقى الزياده دي. انت بقى عايزه تركنيها اركنيها، عايزه بقى انا برجع بحطها على العيون. اكتر عيون بتستخدميها هي ايه، وتروح حاطه عليها اللي هي الزياده دي، على اساس اللي هي ما تسربش اي حاجه يعني من الورق اللي هو الالمونتان دوت على البوتاجاز تاني تحت. تمام، وفي نفس الوقت هو حصل معايا كده بس عشان هو اتخرم، عشان أنا سبته لفتره طويله. وبعدين غير كده كمان انا بصبنه على طول وبدعكه، فاهمني. فطبعا ايه عشان كده اتخرم. لكن انت لو بتغيريه كل من وقت للتاني ما بتسيبوش فتره طويله، هو مش هيتخرم ايه منك. فطبعا انا هحط الورقه ديت على العيون دي. اكتر العيون اللي انا بستخدمها اللي هم ورا بعضيهم دي، اللي هي الكبيره واللي وراها، هم دول اكتر 2 بستخدمهم ايه على طول يعني. تمام، ابتديت بقى اللي انا بحطها واللي انا ايه بالمقص كده عشان افتح اللي هو ايه مكان العيون اللي هي مكان اللي هي بتطلع نار دي الشعله. زي ما انتوا شايفين كده، ركزوا كده انا بحط اصلا الورق ازاي اللي هو بتاع الالمونتان، الورق الالومنيو ده. انا عماله اقول المونتان تحسوني ان هو بيحس اكن انا بقول لكم تاثير الصيام والله العظيم. بس جيت بقى انا طبعا حطيت برضو اللي هي الورقه اللي هي التانية اللي هي بتاعت على 4 عيون.
بصوا بقى بيبقى بيدي منظر كده للبوتاجاز، وبيخلي البوتاجاز شكله جميل كده وفي نفس الوقت معنى كده ان انت مش بتركبيها كده مش بتغسليه، لا بتغسليه يعني، بس هو بيبقى مدي منظر البوتاجاز وكمان بيحافظ على البوتاجاز يعني برضو. ده كان منظر البوتاجاز. يلا بقى عشان نجيب العيون. بص بقى العيون على قد ما قدرت خليتها يعني ايه لحد ما زي ما انتوا شايفين كده ايه يعني برضو نطفت معايا. تمام كده بقى بنركب العيون زي ما انتوا شايفين كده. ما تروحوش في اي حتة، استنوا لسه الفيديو معانا، لسه هنعمل الحوامل بتاعة البوتاجاز. اوريها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، هتعملها في ابسط ايه وقت على طول، مش هتاخد مننا 5 دقايق. تمام انا كده طبعا ركبت كل العيون وغسلت طبعا العيون باللي هو الطرابيش بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. خليت البوتاجاز فله فله فله. بصوا شايفين منظره ازاي. يلا بقى بينا نخش اللي احنا نعمل مع بعضينا. بص انا بوريلكم بقول لكم بصوا شايفين منظر البوتاجاز ازاي. طبعا اكيد انتوا حاسين بفرق بقى طبعا كده، السيراميك بتاع المطبخ والبوتاجاز بقى كده فله زي ما انتوا شايفين يا بنات. يلا بقى بينا عشان هنعمل مع بعض حوامل البوتاجاز بسكينة يعني بصوا بسكينة تحتاجي بس السكينة والسلكة اللي احنا ايه عملنا بيها، وبالسكينة لو عليها كمية دهون زي كده الحوامل بتعمليها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. عايزة بقى عندك بقى طبق كبير تنقعيها برضو في مية سخنة هتسهل ليكي، وفي نفس الوقت انا ايه يعني هي السكينة بتطلع صراحة على طول يعني. بصوا خلت الحوامل بتاعت البوتاجاز معايا فلة. بصوا انا بقول لكم يعني بصوا بقت عاملة ازاي كده. عملنا مع بعضينا اول حامل كده بتاع البوتاجاز. بصوا شايفين كانت كمية الدهون عليه، بصوا خليناه فله ازاي، مفيش اسهل من كده. تمام نعمل بقى اللي هي التانية برضو عشان ايه يبقى كده نكمل كله، ما خدش مني اي وقت خالص. بصوا انا بقول لكم شايفين منظرها عامل ازاي، اكني رجع جديد زي ما هو. نعمل بقى التانية زي ما انتوا شايفين الحامل التاني. بص بالسكينة بيطلع معاكي بسهولة بسهولة كده، لو عليها كمية دهون على الحوامل بتاعة البوتاجاز بتطلع معاكي على طول، ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص. بصوا شايفين بقى كمية الدهون اللي بتبقى على حوامل البوتاجاز. شايفين انا بوريكم بص بقول لكم كمية الدهون عاملة ازاي، بصراحة بشعة يعني. طبعا بالسلكة بقى ويديها بقى، وابتدي بالسلكة اللي هي الخشنة دي وادعك كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وانا طبعا مليت الحوض مية سخنة على اساس اللي هو ايه بنقع الحوامل بتاعة البوتاجاز فيه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كده ايه يعني بصوا اللي بيبقى الحاجة اللي بتبقى قدامي صعبة بروح عاملاها بايه بالسكينة، وفي نفس الوقت بعمل بالسكينة بالسلكة الخشنة. قولولي الطريقة، قولولي بقى يا بنات الطريقة بتاعتي دي سهلة ولا طريقة اللي انا اروح اجيب منظف اللي هو بقى بيزيل الدهون يعني. قولولي ايه الاسهل بالنسبة لكم. وده كان منظر البوتاجاز بعد ما انا كده خلاص غسلت الحوامل بتاعته. الفيديو بتاعنا شامل البوتاجاز وشامل الحوامل وشامل عيون البوتاجاز يعني. جبت لكم ايه فيديو واحد ملخص لايه لكذا فيديو يعني. يلا بقى تشجعوا واللي لسه ما عملش البوتاجاز وظبطوا زي كده يعمله. وعندي بقى تجيبي له ورق ألمونيوم زي كده، وتجيبي له بقى الورق اللي هو الاستيكر اللي هو بيتلصق بيدي منظر. اي حاجه بتتعمل في البوتاجاز بنغير من الشكل يعني، مش معنى ان احنا بنحط اللي هو الورق الألمونيوم دوت اللي احنا ايه يعني بنسيبه وما نغسلوش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.